اسمعوا معايا، اسمعوا معايا اسمعوا معايا رحمة بكم هذا المستوى ونكملوا. الفيضانات الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن وأبانت عن اختلالات في البنية التحتية، بنية تحتية مهترئة. ممكن نتحدث أيضا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس إفريقيا رأينا ملاعب بين قوسين التي ستحتضن هذا الحدث الإفريقي، رأيناها في وضعية كارثية وفي أسوأ حالاتها دكتور. يعني مفارقة غريبة عجيبة، يعني من جهة أقل أزمة تحدث في الجبهة الداخلية. ماذا نعني بالجبهة الداخلية؟ لأن السياسة الداخلية هي امتداد للسياسة الخارجية. أكيد. إذا كان السياسة الداخلية في المغرب على أقل أزمة سواء طبيعية أو غير طبيعية لم يستطيعوا حل هذه الأزمة أو اتخاذ القرارات اللازمة والتخطيط المسبق لتفادي يعني الضحايا. شفنا في فيضانات آسيفي يعني ضحايا ما يزيد عن 50 ضحية، وبالتالي هذه الأزمة الناتجة عن السياسة الداخلية وناتجة على ما يبدو أنه هناك يعني هشاشة في البنية التحتية، وكشفت عجز منظومة السياسة الداخلية في التعامل مع الأزمات. نعم. يعني المقطع طويل، راكم تفرجتوه سمعتوه كامل نظن. يعني مستوى حقير، أسلوب ركيك. يعني المنشط هذا ربي يهديه، هذا تاع التلفزيون، يقول لك باللي الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. الأمطار الأخيرة فضحت تواطؤ نظام المخزن. تواطؤ مع من؟ تواطؤ نظام المخزن مع ربي. يعني تواطؤ نظام المخزن تواطأ مع ربي سبحانه باش تصرى الفيضانات والناس تموت. هل يوجد أسلوب قدر تافه حقير مثل هذا؟ يعني حتى الهضر ما يعرفش يهضر. كشفت تواطؤ الأمطار الأخيرة، كشفت تواطؤ مع من؟ يا زايلة اللي ما قريتش معناتها تواطؤ، معناتها راهو كاين بين طرفين. نظام المخزن تواطأ مع النظام الإسرائيلي باش تصرى كارثة. تواطؤ النظام المخزن مع النظام الجزائري باش تصرى. ما يتواطأش النظام المغرب مع ربي. هذه كارثة طبيعية. هذه كارثة طبيعية للشفاء في الكوارث. يا زايلة، يا حمار، يا دلفين، يا ديناصور، هذا كارثة طبيعية. أمطار غزيرة، وهذه تحدث في كل دول العالم. تحدث أمطار، فيضانات تحدث في بنغلاديش، في